السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. شايفين بقى طبق الحلو الجميل اللي قدام حضراتكم ده؟ هتعمليه كده في اقل من ربع ساعة وانت واقفة كده. في ثواني رايحة تكوني مخلصاه، لا هياخد منك لا اي تعب ولا اي مجهود. على البوتاجاز ورايحة تعمليه هتاكلي احلى فطاير، احلى كيك، زي ما تسميه سميه. شايفة قد ايه هش وقد ايه طري وجميل. شايفين الهشاشة؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كان طعمها رائع جدا. شايفين الجمال؟ يلا كده نبتدوا مع بعض ونشوف الجمال ده عملناه ازاي. معايا هنا بقى بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هنزل عليهم بورقتين كده من الفانيليا. هضرب بقى كويس قوي، وبعد ما اضرب بالمضرب اليدوي عادي خالص، ما بتاخدش اي وقت ولا بتاخد اي مجهود ولا بتحتاج لمضرب كهربائي ولا حاجة. هنزل بقى بنص فنجان من فناجيل القهوة زيت. شايفين السهولة؟ بعد ما نزلت بالزيت وضربته كويس قوي، هنزل بنص كوباية من السكر كده تدريجيا مع الاستمرار في الضرب. بعد كده بقى هنزل بكوباية إلا ربع من الحليب، ورايحة أضرب كده بالمضرب كويس قوي. بعد ما خلطت الخليط مع بعضه، هبدأ بقى معايا هنا 400 جرام من الدقيق. هنزل بيهم كده ورايحة انخلهم تدريجيا. نزلت كمان بمعلقة كده من البيكنج باودر. بتنزلي بقى بالدقيق تدريجيا كده لحد ما تخلصي كمية الدقيق كلها. معايا هنا ربع كوباية كمان من الحليب، يعني كده حطيت على الخليط ده كوباية كده من الحليب. رايحة أقلب كويس قوي بقى. بعد كده بقى معايا شوكليت شيبس، أيا كان بقى أبيض بني، أو لو ما عندكيش مش ضروري يعني. بعد كده هضرب الخليط ده كويس قوي وخليه سميك معاكي بالشكل ده، علشان وانت بتسويه على البوتاجاز يدي معاكي نتيجة كويسة. بعد كده بقى هاخد من الخليط ده، ولو عندك كيس من أكياس الحلواني حطي فيه، ما عندكيش استخدمي زي كده كيس من أكياس التلاجة. طبعا بعد ما حطيت كده كمية من الخليط في الكيس بالشكل ده، هبدأ بقى كده أخرج منه الهواء زي ما حضراتكم شايفين كده. لازم تخرجي منه الهواء علشان لما تيجي تشتغلي في القلاية ينزل معاكِ بكل سهولة. معلقتين 3 بقى كده زيت في القلاية وعلى البوتاجاز على نار متوسطة، وتبدئي بقى تنزلي بالخليط بالشكل ده. شايفين؟ سهلة وبسيطة وما بتاخدش دقايق وبتكوني مخلّصاها. طبعًا بعد ما خلّصت كده بتبدئي تسوّيها وتبدئي تقلبيها عادي. شايفين؟ بتنفش وبتبقى في منتهى الجمال بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. طبعًا على نار متوسطة زي ما قُلت لحضراتكم. أنا مستخدمة هنا العين الصغيّرة خالص. طبعًا لمّا بتمسك نَفْسها كده بتبدئي تنقليها المكان الفاضي بتشتغلي فيه عادي خالص. طبعًا ما بتاخدش ثواني وبتستوي، فخُدي بالِك علشان إيه، ما تتلسعش منِّك. بعد بقى ما خلّصتهم كُلّك بالشكل ده، شايفين الجمال؟ بدأت بقى أخرّجها كده على مناديل مطبخ، وكمّلت نفس كده الكمية كلّها بنفس الطريقة. بعد كده بقى يا تحبّي تحطّيها في سُكّر بودر بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، أو لو حابّة تستكفي كده بيكون عندِك عسل نحل وتنزلي عليها بحالها. فالمتواجد عندِك استخدمي أيًا كان بقى عسل أو سُكّر اللي أنتِ حابّاه. شايفين قد إيه سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، مع كوباية شاي بيبقى طعمها رائع جدًا. حبايبي يا رب أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.